تخيب املي فيك، اوعى يا ابني تخيب املي. حضرت الشعر عشان عمال بيندهلك ومش قادر يرجعنا، ومع الشاعر القدير الاستاذ مصطفى جعفر. هي وصية اب بيكتبها لابنه اللي خايف عليه. اوعى يا ابني تخيب املي فيك، في عز ضعف، في عز ما انا محتاج اليه، انده عليك القاك بشيء، او تبقى جنبي ومش لاقيك. اوعى يا ابني في يوم تفكر ان ابوك كان يوم مقصر، ده انت بس ما انتش مقدر شيل شقايا وتعب فيه. ده انت يا ابني حته منه، وان جيت عليه كان غصب عني. ده انا اب يا ابني ونفسي تقدر على كل حلم فشلت فيه. اوعى يا ابني تخيب املي، اوعى يا ابني تضل الطريق، تصاحب شيطان وتقول صديق. لا ده مش صديق، لا ده مش صديق، ده كل همه وشغلته ازاي يضلك عن الطريق. اوعى يا ابني تنسى الطريق، ده الشيطان ملوش صديق، والحلفان بالباطل سلاح، والحلفان بالباطل سلاح. والإسلام هو الطريق، والكفاح بالحق فلاح. اوعى يا ابني تخيب املي فيك، اوعى تنسى الشهاده والصلاه والصوم والعباده. اوعى يا ابني تكفر وانت فاكر انك مسلم، ولو تهت ارجع لكلام الله ورسوله وتسلم، وما تمشيش مع الرايقه ولا الناس اللي على طول رايقه، ولا الناس اللي من كل حاجه متضايقه. اوعى يا ابني تنسى رسالتي ليك،